السلام عليكم. اليوم حنشارك معكم وصفة بزاف سهلة تتحضر في وقفة وبنينة ومكونات اقتصادية موجودة في كل منزل. هي وصفة إسبانية شهيرة قديمة بزاف، يسموها بطاطا مايوردومو. في مقلاة جبت قطعة من الزبدة، ضفت عليها القليل من زيت الزيتون. يمكن لكم أيضا ديروا الزيت العادي إلى تفضلوه. حطيت عليها حبة بصل كبيرة كنت مقطعتها إلى شرائح، وضفت القليل من الملح. ونحمر في هذه المرحلة البصل المليح، لازم ياخد اللون الذهبي باش الطبق تاعنا يجي بنين وما يجيش فيه تاني ريحة البصل. وبعد ما تحمر البصل مليح كما راكم تشوفوا لازم ياخد هذا اللون باش يجينا الطبق بنين. اذا غادي نضيف عليه 600 مليلتر من الحليب كامل الدسم. الا كان الحليب تاعكم خفيف معليش ضيفوا له القليل من كريمه الطبخ. زدت ضفت عليه القليل من المعدنوس، لازم المعدنوس في هذه الوصفه باش يجي الطبق تاعنا بنين، ورشه من الفلفل الاسود ورشه من جوز الطيب. نخلط المكونات كامل مليح ونبدا نضيف في البطاطا. انا خديت كيلو بطاطا وقطعتها الى شرائح كما راكم تشوفوا، ما هي رقيقه ما راهي غليظه باش تطيب مليح. زدت ضفت رشه من الملح لانه في الاول ما درتش الملح بزاف، ونخلي حتى الغليه تطلع ونغلق على المقله. لازم تكون النار قليله، ما لازمش تكون قويه هكذا باش الحليب ما يتحركش من تحت وتلصق البطاطا. كنت مرة على مرة نجي نشوفها لا نشفت ولا لا، ونزيد نحركها تاني غير بشوية باش البطاطا ما تتكسرش كامل. هي حبات راح يتكسروا اكيد لان نبغيها رقيقة البطاطا، ما نبغيهاش تكون خشينة باش طيب بالخف وتجي تاني كريمية. وهنا غادي نخليها حوالي 5 دقائق فوق النار بلا غطا باش تزيد البطاطا تشرب من هذيك لاصوص وتزيد تولي خاطره وراح تزيد تجي بنينه. دونك راح نخليها هكذا 5 دقائق ونطفي النار. وهكا يكون طبق تاعنا واجد. وصفة بزاف سهلة ومكونات موجودة في كل منزل، تتحضر في وقفة. كما شفتوا ما فيها لا كريمه لا جبن لا مكونات بزاف، تجي بزاف 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 بنينه ولازم تاكلوها وهي سخونه كما هكا، تجي بزاف بنينه. تقدروا تاكلوها غير وحدها بلا ما ترافقوا معها والو. وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، وإلا عجبتكم ما تنساوش تشتركوا في القناه الا مازال ما اشتركتوش، تخليوا اعجاب وتعليق وتشاركوا الوصفه مع اهلكم واصدقائكم. نقولكم نتلاقوا في المره القادمه في وصفه اخرى ان شاء الله.